قلت له ده انا ما كنتش عارف ان انت عديت كل الحدود، هو بقيت كده. لقيته بيقول لي يعني ايه يعني؟ تقصدي ايه يا عمته؟ قلت له عمته؟ هو اقصد ايه؟ اقصد اللي انت كبرت يعني وبقيت راجل وتتحمل مسؤولية بيت وزوجة. قال لي لا، ده لسه بدري، لسه شباب وفي عزي. قلت له واضح اللي انا شفته ده اكيد يعني شباب وكل حاجة فيك حلوة. فلقيته بيقول لي ما تقوليش لحد ولا اي حد من اهلي ولا حتى ابويا ولا امي على اللي انتي شفتيه ده يا عمته. انا بصراحة مش عارف اقولك ايه يعني، ده انا محرج منك قوي. قلت له محرج؟ هو بعد اللي يطلع منك ده كله واللي انا شفته ده في احراج بعد كده؟ انا بقى عايزة منك طلب. قال لي اموري، عايزة فلوس؟ قلت له فلوس ايه يا واد؟ ده انت لسه بتاخد مصروفك من امك، فلوس ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ اسمع بقى لما اقولك، انت عارف يعني ان انا قاعدة لوحدي اغلب الوقت، هو جوزي مسافر وسايبني وانا عايشة هنا لوحدي وانا عايزاك معايا. لقيته بيقول لي يعني ايه يعني؟ يعني ايه عايزاني معاكي؟ قلت له بقولك ايه، هو انت يعني هتعمل عبيط؟ انت فاهم كل حاجة. قال لي بجد مش فاهم، فهميني اكتر. قلت له بقى انا عايزاك تيجي تقعد معايا على طول وانا هعمل لك كل اللي انت بتحبه. لقيت الواد بيبص لي كده وبيستغرب، ما هو ابن اخويا يعني وازاي عمته بتكلمه كده؟ ما كانش مصدق ان انا هتكلم معاه بالجراءة دي كلها. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم جميعا. اتمنى تسمع القصة للنهاية. صاحبة قصتنا النهاردة بتحكي وبتقول انا ست زي كل الستات، نفسي اعيش مع جوزي حب ودلع وحاجات كتير يعني من المتجوزين بيعملوها، انما انا من يوم ما اتجوزت وانا متجوزة راجل يعني ما بيتكلمش كلمة حلوة على بعضها، كل كلامه دبش، ولا بيعرف يتكلم كلمة رومانسية ولا بيقعد معايا قاعدة كده حلوة. أنا بصراحة متجوزة راجل مهندس وبحكم شغله أغلب الوقت مقضيه في شغله، هما بيشوفوش إلا كل فين وفين، وكمان بيسافر في كل محافظة شوية بحكم شغله، يعني ممكن ياخد مشروع كده هنا أو هنا، وعلى ما بيخلصه بيقعد بالأسبوع وال10 أيام، وساعات كمان بيسافر دولة خليجية ولا حاجة، وطبعا على حسب ظروف شغله. وأنا أغلب الوقت قاعدة لوحدي، وبصراحة زهقت كده من القعدة لوحدي دي. حتى موضوع الخلفة يعني كل ما فتحه معاه واتكلم معاه فيه واقوله ان انا نفسي اخلف ويبقى معايا حتة عيل يونسني، انت بتسيبني وتروح شغلك وبتتأخر وبتقعد فيه باليوم وال10 ايام وانا قاعدة هنا في البيت لوحدي. يضحك ويقول لي انا مش عايزة عيال تشغلك وتبعدك عني، انا عايزك ليا لوحدي، انت مستعجلة على الخلفة ليه؟ ما لسه بدري، سيبينا بقى نتدلع شوية مع بعض وناخد راحتنا. قلت له نتدلع هو انا بشوفك ولا علشان انت مخلف من واحدة تانية مش فارق معاك بقى موضوع الخلفة ده؟ يزعل ويتقمص كده ويسيبني ويمشي. انا جوزي متجوز، كان يعني متجوز قبلي، هو كمان مخلف منها وسايبهم ومطلقها وانا عايشة انا وهو، بس موضوع الخلفة مش فارق مع جوزي ولا في دماغه خالص. كمان انا عايزة اخلف ولا عيل كده يونسني بدل الوحدة اللي انا قاعدة فيها دي. ده انا حتى لما كان بيسافر وبيسيبني كنت بطلب من اخويا ومراته وولاده ان هما يجوا يقعدوا معايا، كانوا بيقعدوا معايا بالاسبوع وساعات كمان بال10 ايام علشان ما اقعدش لوحدي. وفي يوم اخويا ومراته قاعدين كده معايا، لقيت مرات اخويا بتقول لي انا عايزه اطلب منك طلب. قلت لها اطلبي يا حبيبتي انتي تأمري. قالت لي ما تاخديش ابن اخوك ده عندك شويه، ده مزهقني من طلباته وما كنتش قادره عليه. انتي عارفه ان انا باجي يعني من شغلي متاخره وبلاقي البيت بيضرب ويقلب كده وما بلحقش على طلباته. خديه يقعد معاكي كده اسبوع ولا 10 ايام واهو يونسك يعني وتهديه شويه بالكلام وتطلبوا منه ان هو يعقل كده شويه، لان خلاص ما عدتش متحمله تصرفاته. قلت لها حرام عليكي، سيبي الواد في حاله، سيبيه يتدلع ويتهنى على حسكم، هو مزهقك للدرجه دي؟ قالت لي ايوه مزهقني على الاخر، خدي يا اختي اشبعي بيه وانتي هتشوفي بقى هو مزهقني ولا لا. قلت لها وانا في ديك الساعه لما حبيب قلبي ابن اخويا يجي يقعد معايا ويونسني، ده انا هعمل له كل اللي هو عايزه وهجيب له اللي هو عايزه كمان، طب بس هو يوافق. وفعلا اتصلت على طول على ابن اخويا وقلت له انا عايزاك في موضوع مهم. قال لي خير يا عمته. لقيته جاي لي كده على طول. قلت له اسمع بقى لما اقول لك، انت عارف يعني ان انا قاعده لوحدي اغلب الوقت وجوزي مسافر وسايبني وانا عايشه لوحدي وانا عايزاك معايا. فلقيته بيقول لي يعني ايه يا عمته؟ يعني ايه عايزاني معاكي دي؟
قلت له بقول لك ايه، هو انت هتعمل عبيط؟ انت فاهم كل حاجه. قال لي بجد مش فاهم، فهميني اكتر. قلت له بقول لك ايه، انا عايزاك تيجي تقعد معايا على طول، وانا هعمل لك كل اللي انت بتحبه. امك قالت لي ان انا هتصل بيك واعرفك، وهي طلبت مني كمان اللي انا اقول لك كده وتيجي تعيش معايا. قال لي كمان امي هي اللي طلبت منك كده. قلت له ايوه، وانا كمان حابه ان انت تعيش معايا. انت عارف ان انا عايشه لوحدي وجوزي بره على طول ومشغول عني وسايبني، وانا بصراحه هعمل لك كل اللي انت عايزه، وهجيب لك كل الاكل اللي انت بتحبه، وكمان هعمل لك مصروف، وهعمل لك اوضه لوحدك، والنت كمان عندك 24 ساعه شغال، وكل اللي هتطلبه هتلاقيه. قلت له ايه بقى؟ فلقيته بيقول لي معقول؟ هقول ايه تاني؟ هقول الحاجات دي كلها؟ لا، ما هو في واحد يلاقي الحاجات دي كلها ويرفض؟ ده انا من الصبح هتلاقيني عندك. وفعلا تاني يوم الصبح صحيت على جرس الباب، ولقيته جايب شنطة هدومه ولامم كل حاجته. هو جايلي، وانا بصراحة انبسطت جدا لما لقيته، وفتحت له الباب وقلت له اتفضل، ودخل على الأوضة على طول. هو بقى مبسوط وفرحان بيها، وبقى عايش معايا انا وهو، وكل حاجة بيعوزها انا بجيبها له، وكل الاكل اللي بيحبه بطلبه له كمان، وبعمله بايدي ومفيش اي حاجة ناقصاه. ودخلت معاه اوضة النوم بتاعته علشان اوريها له، وقلت له فرغ بقى شنطتك كده في دولابك، وجهز نفسك يلا علشان نفطر سوا. دخلت المطبخ، جهزت الفطار انا وهو، وفطرنا انا وهو، وقلت له انا نازله السوق اجيب شويه طلبات من السوبر ماركت، تيجي معايا؟ انا حابه ان انت تيجي معايا قوي. قام قايل لي لا يا عمته، انا بصراحه مش فاضي، وهقعد بقى هنا في البيت كده انتخ على النت كده لحد لما تيجي وتجيبي اللي انت عايزاه من بره، وانا هقعد بقى استناكي. وفعلا خلصنا فطار ونزلت على السوبر ماركت. بس انا بصراحه في الوقت ده كنت مستعجله، ولما نزلت افتكرت ان انا ناسي الورق بتاع الطلبات اللي انا عايزاها، وكمان نسيت الفلوس. فرجعت تاني ورجعت فتحت باب الشقه، واول ما دخلت سمعت ابن اخويا بيتكلم في التليفون، ومشيت بالراحه كده علشان اسمعه بيكلم مين ولا بيعمل ايه. اتفاجئت ان هو بيكلم بنت على التليفون، وفاتحين الكاميرا هي وهو بس تقريبا، حد دخل عندها الأوضة وقفلت فجأة، وهو اتعصب، وفي الوقت ده كان هو متضايق قوي، وأنا شفت كل حاجة. وبعد شوية لقيته بيتصل وبيرن عليها تاني، هو بيقول لها تقفلي ازاي وأنا كده، ولقيتها بترد عليه وبتقول له معلش غصب عني، أصل مامتي دخلت عليه وأنا بكلمك، وغصب عني قفلت، وكنت لازم أقفل علشان ما تحسش بأي حاجة. هو اتعصب عليها قوي وقال لها طيب خلاص اقفلي وارجعي رني عليا تاني علشان نكمل اللي احنا بديناه. قالت له لا ما ينفعش علشان مامتي في البيت، وانا مش هعرف اكلمك دلوقتي. وهي قفلت وهو كان متعصب قوي. وفي الوقت ده وفجأة لقاني داخله عليه وبقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ اما قايل لي ايه يا عمته، انت ازاي ترجعي دلوقتي؟ رحت قايله له معقول انت زعلان ان انا رجعت دلوقتي؟ قام قايل لي لا، وهو مرتبك كده وخايف. قلت له لا، ده انا نسيت بس الورقه والفلوس بتاعت الطلبات، واتفاجئت من اللي انا شفته، وبصراحه كده انا سمعت وشفت كل حاجه من اللي انت كنت بتعملها. قال لي ازاي؟ انت معقوله شفتي وسمعتي كل حاجه؟ قلت له ايوه، انا شفت كل حاجه وسمعت كمان، وسمعت البنت اللي هي كانت بتكلمك. ايه اللي انت كنت بتعمله ده؟ فلقيته بيقول لي ما تقوليش لحد يا عمته على اللي انت شفتيه. هو كان خايف جدا ان انا اقول لاخويا ومرات اخويا. قلت له لا ما تخافش، انا مش هقول لحد ولا هتكلم مع حد في الموضوع ده، بس انا عندي شرط. قال لي قولي يا عمته، قولي وانا هديك اللي انت عايزاه. انت عايزه فلوس؟ قلت له لا، فلوس ايه يا واد، ده انت لسه بتاخد مصروفك من امك، هو في الحاله اللي هو فيها دي؟ قلت لا ما بدهاش بقى، انا لازم اتصرف واساعده واحميه من الغلط اللي هو بيعمله ده. قلت له ايوه انا شفتك وسمعتك كمان، ولازم تسمع كلامي، واللي انا هقولك عليه تسمعه. قال لي خلاص انا هسمع كلامك، بس ما تعرفيش اي حد ولا تقولي لاهلي على اللي انت شفتيه ده. انا غصب عني يا عمته والله، انا شاب وبصراحه الشيطان شاطر وبيصور لي الحاجات دي وانت عارفه. قلت له خلاص انا مش هقول لاهلك، بس الكلام اللي هقولك عليه ده هتنفذه وتسمع بيه. ومن هنا قررت ان انا اساعده واحميه من الغلط ده. وكلمت اخويا ومراته وقلت لهم ان احنا لازم نجوز الولد ده، هو كبر وخلاص بقى شاب ولازم يتحمل المسؤولية، وانه ما عادش ينفع يقعد كده، وكمان لازم نحميه من الغلط، لان الشباب في السن ده بيتعرضوا كده لحاجات بتخليهم يغلطوا.
ويمشي ورا الشيطان ويضحك عليهم. نجوزه وندور له بقى كده على عروسة تكون عيلة بنت حلال تصونه، وكمان يعني ان هو يعني يستقيم ويمشي عدل ويفتح بيت ويعتمد على نفسه. اخويا ومراته وافقوني على الكلام ده، وكمان ابن اخويا وافقني على اللي انا قلته، وبدأنا ندور له على عروسة، وفعلا لقينا كده عيلة بنت حلال وكويسة. وبعد ما ابن اخويا يعني اتجوز وبقاله بيت وعيلة استقر وعاش حياته، انما انا رجعت للوحدة تاني وعايشة لوحدي في بيت طويل عريض، وانا الوحدة صعبة عليا قوي ومش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انا بصراحة محتارة، كان ابن اخويا يعني مالي عليا حياتي، بس انا بصراحة كنت عايزاه يستقر علشان ما يغلطش ولا يضعف. يا ريت يا جماعة تنصحوني اعمل ايه واتصرف ازاي في المشكلة اللي انا فيها دي، لان جوزي صعب يحس بيه، وانا بجد يعني محتاجة حد يكون جنبي. انا لما شفت ابن اخويا كده في الوضع ده انا مكدبش عليكم ان انا حنيت، بس طبعا ما بينتلهوش، وفي نفس الوقت لازم ابقى قوية قدامه، علشان كده جوزته وخليته يبقى صاحب مسؤولية وما يغلطش ولا يعمل حاجة غلط. بس انا اعمل ايه في الحياة اللي انا عايشاها دي وجوزي مش حاسس بيه والحرمان قاتلني؟ يا ريت تنصحوني يا جماعة اعمل ايه، ولو كملت معايا القصة للنهاية اتمنى اسمع رايك في التعليقات.